طيب هل ده ممكن يوقف لي خط الانتاج؟ طبعا ده ممكن يوقف لي خط الانتاج. ازاي؟ اولا ده الايه؟ ده الانكودر. الانكودر ده بنستخدمه في ايه؟ وظيفته ايه؟ ووصله ازاي كوايرنج عندي في الدايره؟ هنعرف كل ده دلوقتي ان شاء الله. جم كلموك في المصنع يا هندسه احنا عندنا مشكله في الانكودر، سالتهم عرفتوا ازاي؟ هيقول لك والله يا هندسه احنا متعودين لما العربيه تكون في المكان الفلاني او السير يكون في المكان الفلاني بيديني ان هو قاري دلوقتي 50 مللي 60 مللي، بيديني مسافه، فاحنا شايفين على الاتش ام اي عندنا دلوقتي ان هو مديني رقم غير الطبيعي بتاعه. خلاص هتبدا توجه تنزل عشان تبدا تتعامل مع الانكودر. في حالتين عندك، اما انك هتجيب انكودر جديد او الانكودر ده هتعمل له هومنج بوزيشن. طب احنا بنعرف الانكودر اصلا ازاي او بنعرفه عن طريق ايه؟ احنا عندنا تو تايب في الانكودر، عندنا نوع اسمه الانكريمنتال ونوع اسمه الابسوليوت. بكل بساطه كده النوع اللي معايا ده اسمه نوع انكريمنتال. هفك لك دلوقتي الكفر ده واوريك الهاردوير الداخلي عامل ازاي، واوريك توصله وايرنج دياجرام الاسلاك دي توصلها ازاي على البي ال سي ان شاء الله دلوقتي. ركز معايا بقى جدا. اولا في مبدا الكلام كده، ايه وظيفه الانكودر في العموم سواء ابسوليوت او انكريمنتال؟ كل وظيفته انه بيحول لي الحركه الميكانيكيه لحركه او اشاره كهربيه. يعني بص كده، انا ده بكون رابطه بكوبلنج مربوط على موتور، بيكون في شفط، الشفط ده مربوط على كوبلنج والكوبلنج منه موتور او مربوط في اي حاجه ايا كانت ايه هي. لما يبدا الشفط ده يلف الموتور يلف، فده ياخد اكس معاه او ياخد سيجنال معاه فيبدا يلف كده. مجرد ما الشفط ده يلف معايا ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يخرج لي بلصات عشان البي ال سي يقدر يفهمها او الدرايف بتاعي يقدر يفهمها. لحد كده تمام؟ لحد كده تمام. طيب انا عندي نوعين، نوع اسمه الابسوليوت ونوع اسمه الانكريمنتال. ايه الفرق بين الاثنين يا هندسه؟ في نوع بيقول لك انا بقدر احفظ الداتا لما الكهرباء تفصل عليا، وفي نوع تاني بيقول لك انا ما بقدرش احفظ الكهرباء، هترجع كل مره ترجعني للهوم بوزيشن بتاعي. طب ايه اللي بيحفظ البوزيشن بتاعه؟ الابسوليوت انكودر. طب هوريك الداخلي دلوقتي اللي معانا ده انكريمنتال اولا، فهفكه لك واوري لك داخليا بيتكون من ايه دلوقتي. طيب تمام. اولا بس نكمل كلامنا، انت دلوقتي عندك الابسوليوت وعندك الانكريمنتال. قلنا الابسوليوت بيحفظ البوزيشن، طب بيحفظه ازاي؟ هقول لك دلوقتي. والانكريمنتال هندسه، طب الانكريمنتال ده لو انا جبته خلاص مش هيحفظ لي داتا؟ لا، عرفنا نتغلب او نتحايل على المشكله دي في البي ال سي. عملوا لنا حاجه في البي ال سي في سيمنز اسمها ريتنتيف ميموري، يعني البي ال سي لو فصل عليه كهرباء يفضل فاكر اخر بوزيشن انت كنت واقف عليه. يعني انا كنت واقف عند بوزيشن دلوقتي بيقول لك السير ده كان ماشي 2 متر من الهوم بتاعه، يعني من هنا ده الزيرو، اتحرك وصل لهنا مشي متر، هو البي ال سي بيفضل حافظ المتر بتاعه ده. بس انت مطلوب منك ما تحركش اي حاجه طول ما الكهرباء فاصله، عشان لما يرجع البي ال سي يشتغل بيكون فاكر اخر نقطه هو كان واقف عليها. طيب تمام. انا بقى نعرف بقى النهارده ان شاء الله الانكريمنتال انكودر ده بيشتغل ازاي اصلا داخليا. احنا عمالين نسمع هندسه ازاي الجزء الصغير ده يعرف عندي يحدد سرعه ويعرف يحدد مسافه ويعرف يحدد البوزيشن ويقدر يقول لي عدد لفات الموتور كام. بيعمل كل الكلام ده ازاي؟ وهقول لك برضه في اخر الفيديو ان شاء الله. لو انت ما عندكش انكودر وحابب تعمل الفكره دي على الموتور عندك من غير ما تشتري انكودر هتعمل ايه؟ بنجيب قرص او ديسك كده اقول لك بنعملها ازاي ونشتغل على الفوت سيل بتاعها ازاي. ماشي نكمل كلامنا. اولا ده الانكريمنتال انكودر بتاعي بيشتغل ازاي؟ الانكريمنتال انكودر ده زي ما قلت لك انا ببدا الف الشافت ده، مجرد ما الشافت ده يلف في عندي قرص داخلي هنا اهو. بص كده القرص الداخلي اللي عندك ده، القرص الداخلي ده اهو، ده لما اجي الف الشافت هتلاقي ده بيلف معايا القرص اللي هو اللي جوه ده. طب القرص ده هندسه وظيفته ايه برضه؟ مش القرص ده عباره عن فراغات موجوده عباره عن قرص كبير في فراغات يعني خرام مقفوله وجزء مسدود. يعني بص هتلاقي متقسم كده كشفرات هول بص اهي اخرام كتير اهي، مش عارف باين عندك في الفيديو او لا. بص كده عباره عن اخرام كتير اهي. طب ايه الاخرام دي بتعمل ايه؟ عندك اثناء ما الانكودر بيكون شغال بيكون في عندك ليدات في المكان ده. طيب يا هندسه الليدات دي وظيفتها ايه عندي؟ الليدات دي مجرد ما الانكودر بيكون شغال الليدات دي بتفوكس او بتركز على الفوتو سنسور اللي قدامك ده. ايه بقى الفوتو سنسور الابيض اللي قدامي ده هندسه بيعمل ايه؟ لما شعاع الليد ده يعدي من الفراغ الهول اللي قدامي، يعني انا عندي هول اهي، الهول قدامي اهي، لو الشعاع ده عدى منها يقراه الفوتو سنسور فيبعت لك بلصيه بواحد. لحد كده في مشكله؟ مفيش مشكله هندسه. طيب الديسك جه عدى زي ما قلت لك في فراغ وفي جزء مسدود، المسدود الفوتوسيل مش هيعدي الضوء او الشعاع بتاع الليد مش هيعدي من الفوتوسيل فبعت لي اشاره بزيرو. فبالتالي هو الانكريمنتال بيكون شغال 0 اور 1. 0 اور 1 ياخدها البي ال سي ايه؟ ياخدها البي ال سي ككاونتر فقط. يعني ايه ككاونتر يا هندسه؟ يعني بيعد بلصيه رقم 1 2 3 4 عمال يعد لك برصات ككاونتر. طيب هنا يجي دور انا محتاج اعرف ازاي البي ال سي يعرف سرعتي كام دلوقتي. انت عندك حاجه في الانكودر اسمها بالس بي ار، بتكون مكتوبه هنا كده بس النيم بليت ممسوحه اللي عليه. ايه البي ار دي؟ دي بالس بير ريفوليوشن. يعني بيقول لك يا هندسه
انا خلال لفه كامله من الانكودر، لفه كامله يعني انا بدات من هنا هلف لفه كامله وارجع نفس المكان تاني، خلال اللفه الكامله دي بديك 1000 بالريفوليوشن، يعني بخرج 1000 بلصايه في اللفه الكامله دي. يجي هنا بقى دور مين؟ يديك دور البي ال سي. البي ال سي وظيفته ايه في الجزء ده؟ ال 1000 بلصايه دول جولي في قد ايه؟ زمن ثانيه، اقل من ثانيه، فيقدر يقول لك انت سرعه الموتور عندك كام دلوقتي؟ الموتور شغال مثلا بسرعه 50 هرتز، الموتور شغال عندك بسرعه 50 ار بي ام، 60 ار بي ام، فيقدر يحدد سرعه الموتور عندي كام دلوقتي. طيب جميل. طيب انا قلت لك الانكودر بيعمل ايه؟ بيقدر يقول لي انا شغال في اتجاه الرايت او اتجاه الليفت، يعني يقدر يقول لي السير بتاعك بيتحرك في اتجاه اليمين او في اتجاه الشمال. برضه ازاي؟ ما فهمتش. بص بقى هنا نخش على الوايرنج بتاعه، هتلاقي عندك 5 اسلاك في الوايرنج. بص الخمس اسلاك دول، الخمس اسلاك اللي قدامك دول، ايه الخمس اسلاك دول؟ الخمسه دول هتلاقي في عندك لون بني وبراون، بني وازرق. البني والازرق دول في اغلب الاحيان واغلب الشغل اللي بيكونوا دول الباور. البني بتديله 24 والازرق بتديله 0. خد بالك حاجه في الكلاسيك او في البي ال سي، عود نفسك ما تحفظهاش، اقرا اي نيم بليت هتجيلك بتاعت اي جزء. احنا كمهندسين اوتوميشن ما بنحفظش اي حاجه. ليه؟ لازم اقرا النيم بليت دي. ليه برضو بقراها؟ انا ممكن الاقي عندي كوندكتور او ريلي حاجه تكون غاليه جدا مطلوبه ادخلها جهد 24 دي سي، وحضرتك تروح تدخلها جهد 220 اي سي، طيرت الاليمنت على طول. انكودر بخمسه او بسته ايا كان رقمه كام، دخلت له جهد غلط، خلاص البورده طارت. الا ايه؟ زود عليه بروتكشن، وده بيكون نادرا جدا لما يحصل. لحد كده تمام؟ تمام. طيب نخش على الوايرنج بتاعه. عندك قال لك ان قلت لك البني والازرق دول ال 24 بتوعه، وصلت له الجهد بتاعه، خلاص ماشي. عندي 3 اسلاك تانيين، الاخضر وعندك الرمادي وعندك الابيض، دول بقى التشانلز بتاعتك. ايه الحاجات دي؟ بص يا باشا، لو انا جيت بصيت هنا كده هلاقي بيقول لك ان انت عندك البراون تديله 24 من 10 ل 30 فولت اهو. عندك الجرين بتديله شانل ايه شانل ايه وايه شانل بي؟ انا مش فاهم برضه. في الانكريمنتال بيكون عندك حاجه اسمها شانل ايه وشانل بي. في الابسوليوت عندك شانل ايه وبي وزد. طب ايه دول اصلا؟ الشانل ايه دي لمجرد ما الشفط يلف كده في اتجاه اليمين، نفترض انها فورورد دلوقتي، مجرد ما يلف فورورد هتلاقي الديسك اللي عندك الداخلي ده اول بلصه راحت للشانل ايه اللي هي السلكيه دي. جميل لحد كده؟ جميل. لو انا الموتور بيلف في اتجاه العكس، فالبلصه هتيجي الاول على مين؟ على سيجنال البي، فالانكودر يبدا يستوعب او يبعت للبي ال سي اشاره، اول سيجنال راحت لك على اليمين راحت لي اشاره على البي، فكده افهم على طول ان انا بلف في اتجاه الريفرس او الموتور بيلف في اتجاه العكس. فانا كده قدرت احدد بوزيشن، قدرت احدد سرعه. لما قلت لك انت عندك البلس بالريفوليوشن خلال ال1000 بلصه دول خرجتهم انت في زمن قد ايه؟ خرجتهم في زمن ثانيه، خرجتهم في زمن ثانيتين. ماشي لحد كده دي كل معلوماتك عن الانكودر. فانت عندك هتلاقي هنا بيقول لك اهو، بيقول لك ان الشانل بي بتتوصل بالجراي، 0 ده البلو، الاي دي الجرين، البراون زي ما قلت لك البني، وعندك الابيض ده الارث بتاعه. طيب جميل، مفيش مشكله لحد هنا. عرفنا الانكودر بيوصل ازاي وعرفنا فكرته ايه. ايه الفرق بينه وبين الانكريمنتال؟ برضه هندسه ما فهمتش. الانكريمنتال هتلاقي ان الانكودر ده جواه اخرام اكتر من اللي موجوده في الديسك ده، يعني اخرام بتقرا. هتلاقي عندك 3 ليدات بالشكل ده كده، الثلاث ليدات قدامهم ديسك متخرم ب3 اخرام. برضه هحط لك ارفق لك صوره دلوقتي بحيث ما انت واخد بالك الفرق بين الاثنين، ارفق لك صوره ليها دلوقتي حالا ان شاء الله. طيب جميل. انا لحد الان برضه ممكن هندسه اشيل الانكودر ده من الدايره واركب حاجه مكانه، ينفع، بس بنتحايل على الموضوع شويه ومش في بعض، مش في كل التطبيقات. ليه مش في كل التطبيقات؟ انا عندي التطبيقات اللي ما ينفعش اشيل منها الانكودر زي السيرفو موتور، زي الروبوت ارم، الحاجات اللي بتحتاج دقه، زي عندك مكانات سي ان سي، المخرطه، فرايز، المكانات بتاعت سيمنز الجديده دلوقتي بقى السيرفرات تشتغل بالانكودر اللي هو الانكودرات اللي هي الهاي اكويرسي او الهاي السنسيتيفيتي، الدقه فيها عاليه جدا. ليه؟ مش مسموح اصلا بنسبه ايرور. طيب جميل. هل انا ممكن اشيل الانكودر ده واركب مكانه حاجه ثاني؟ عايزك تقترح لي افكار، لو انت عندك افكار ممكن نعمل ايه؟ مفيش مشكله لحد كده؟ تمام ماشي. جبنا ديسك حديد ركبناه في ظهر الموتور من مكان ورا جنب ريشه او مروحه الموتور من ورا. الديسك ده خرمنا فيه اخرام، الاخرام دي قدامها سنسور فوتوسيل، هرفق لك صوره ليها دلوقتي برضه. لو الفوتوسيل ده اشعاع عدى من الخرم ده هيبعت لك اشاره ب1. الديسك بيلف في سد مكان الخرم، مفيش خرم، فيبعت لي اشاره ب0. هي دي فكره القرص الداخلي. ده بيفيدني في ايه؟ ده بيشوف لي برضه سرعه الانكودر زي ما قلت لك، بيشوف لي سرعه الموتور بتاعي، بيعرفني الموتور لف كام لفه او البوزيشن بتاعه واقف فين دلوقتي. ودي كانت كل حاجه عن الانكودر. وانتظر ان شاء الله فيديو بقى التوصيل بتاعه، بوصله ازاي مع البي ال سي، وازاي اصلا بفعل الهاي سبيد كاونتر مع البي ال سي.